التقليديه، المراجيح والكلام من ده. هقول لك على سعر كل لعبه وهتتبسط انت واولادك والله العظيم. بص، هي الحكايه كلها 10 جنيه هتشهيصك، 10 جنيه واحده هتشهيصك. ازاي؟ هقول لك. معرفش. هي الفكره كلها ان انت هتستمتع انت واولادك باسعار رخيصه جدا، والعاب جميله جدا موجوده، وهيستمتعوا وهيتبسطوا وهيرجعوا البيت مبسوطين و100 فل و14 يا باشا. ولا تقول لي بقى دريم بارك ولا اكوا بارك ولا الكلام الفاضي ده كله اللي هتدفع فيه شيء وشويات في الايام اللي ما يعلم بها الا ربنا. خش بقى معايا يا باشا، الالعاب موجوده قدامك. اغلى لعبه موجوده هتلاقيها ب 15 جنيه. في لعب بقى بتبدا من 2 جنيه و3 جنيه و5 جنيه. انا عن نفسي ركبت ولادي العاب يعني من 5 ل 10 جنيه. اللعبه دي كان نفسي اعرف الواد اللي جوه البيضه ده بيضحك على ايه. انا كان نفسي افهم الواد ده بيضحك على ايه. الواد ده شغال ضحك وخلاص. ايه اللي شايفه في النضاره؟ انا مش عارف، بس هو بيضحك وخلاص ومبسوط. شايفين انبساط العيال اهو، مش غلو المكان هو اللي هيبسط. ممكن بحاجات بسيطه جدا تبسط ولادك، وممكن تبسط عيلتك، وممكن تبسط نفسك انت كمان. اللعبه دي حرفيا انا فعلا ما فكرتش ان انا